الحقيقة إني أول مرة أشوف جروح في إيد ابني أو بنتي بالشكل ده. أول مرة شفت الجرح كنت خايف جدا، غضبان أوي، مرعوب، مصدوم. بدأت أسأله أنت عملت كده ليه؟ إمتى؟ طب إحنا قصرنا معاك في حاجة؟ هل في حاجة لو كنا قدمناها لك كان ممكن ما تعملش كده؟ كنت مخضوض جدا وكنت عاوز أحميه. قعدت أزعق أزعق أزعق، وكان كل ما أزعق كل ما يخبي إيده أكتر ويوديها ويدخلها جوه هدومه أكتر. الحقيقة ما فهمتش هو بيعمل كده ليه أو عاوز يقول إيه. كنت فاكر إني لازم أخوفه، وقلت يمكن لو خاف هيبطل يعور نفسه. أنا مش عاوز يبقى عنده مشاكل ولا أنا عندي مشاكل، ومش عارف المشكلة دي هتتحل إزاي. أظن إنه كان المفروض بدل ما أقوله أنت عملت كده ليه أقوله أنت محتاج إيه دلوقتي، أو عاوز توريني ايه، او عاوز تقول لي ايه. يمكن الجرح اللي في ايده ده ما كانش المشكلة الأساسية. يمكن الجرح ده هو التاتو او الاثر اللي موجود اللي بيحكي الرواية الأساسية. تابعونا الفيديو الجاي عشان تعرف حكاية ابني ايه.